لا ولا في واحده بتخطف رجل من بيته؟ لا مش لا معلش لا ثانية واحدة. مفيش كده. هو اي راجل عنده استعداد، لان هو طبعا بيتعامل بشهواته شويه وكل حاجه، لكن لا طبعا في ستات خربت بيوت، في ستات خربت بيوت اللي هي بتلعب في او راجل ودني، فتفضل تزن او تغريه او تعمل او بتاع. صدقيني الزوجه الثانيه بتبقى يعني اقل حق من الزوجه الاولى. طب بصي هقول لك حاجه، اعرف ناس زوجات تانية ومظلومين جدا وكل حاجه، وفي ستات اولانيه بتبقى مفتريه وكل حاجه، لكن انا بتكلم عشان نبيح الحكايه. انا يعني هي مباحه يعني؟ لا هي مباحه، هي مباحه شرعا، لكن مش مباحه عند الستات. لا طب ما ده غلط. ما هو انتوا كده بتتعبوا نفسكم على حاجه اصلا يعني حلها لا بسيط. هو انا على فكره هو ربنا قال ان انا من حقي ان لو ما عجبنيش اتطلق. طب ماشي، هو ده حل. طب ما انت هتروحي تاني هتشوفي حد تاني وهتتجوزي وهتطلقي. لا ليه؟ لازم نبقى متفقين. لا ليه بتقولي كده؟ طب ما هو انا اتطلقت مثلا، بس انا اتجوزت. طب ما هو انت اتطلقتي اتجوزت حد تاني وما اتطلقتش. طب ما هي اللي اتطلقت دي هتتجوز واحد ايه؟ مطلق. ده وارد. ممكن تتجوز. انا عندي واحده صاحبه، يعني عندي مثلا اختي اتجوزت حد ما اتجوزش قبل كده، وممكن يكون متجوز. لا مش ممكن يكون متجوز. لا ده في بيحصل كتير، وبيتجوزوا عرفي وبيتجوزوا في السر وبيتجوزوا بارت تايم. اقول لك حاجه بقى، انت عارفه بقى بدل ما نقول يعني انا شايفه ان بدل ما نقول، ما هو انت كده بتقولي ايه بقى، اللي هو نعمل احسن الوحش، بدل ما نقول يا جماعه هو حلو مش وحش. لا مش حلو، لا ما فيهوش كرامه خالص يعني. ده وجهه نظرك، وجهه نظري. احنا بنتكلم في حاجه شخصيه دلوقتي. لكن انا في العموم طبعا ليه انه يحكم، لكن انا بقول لك ان دلوقتي انا قلت ان دي حاجه عاديه وكده، بتهيألي ان احسن ان انا اشجع الست انها تبقى اقوى من كده بكتير. يعني انت لو قويه هتشوفي ان انت ممكن يجيلك احسن واحد في الدنيا. لو قويه ممكن تبتدي يعني انت بتقولي ايه؟ طب هي دلوقتي لو اتجوز عليها واتطلقت، لا طب ما هي هتروح لواحد تاني وتتطلق. لا ثواني بس يا هيما، هي قويه بمعنى ايه؟ انها تبقى زوجه كويسه؟ لا. انها تبقى ام شاطره؟ لا امال قويه بمعنى ايه؟ قويه انها لما تحس انها اتضايقت او اتهانت او انت انها تتطلق وتبقى عارفه. ما ده بيحصل دلوقتي يا ريم، وتبقى عارفه انها تقدر تبتدي من جديد وممكن تبقى احسن من الاول مليون مره. طب ما ده اللي بيحصل دلوقتي يا ريم، ان الست بتقف تقول انا سترونج وانا بينج بونج وكينج كونج، وتقعد تستقوى وتقف بمنتهى النديه وبمنتهى الصلابه وبمنتهى الرجوليه، تمام، وبتطلق. ده اللي بيحصل دلوقتي يا ريم، ان الست بتقف تقول انا سترونج وانا بينج بونج وكينج كونج، وتقعد تستقوى وتقف بمنتهى النديه وبمنتهى الصلابه وبمنتهى الرجوليه، تمام، وبتطلق. لا ما هو بغض النظر عن بقى قصه الجواز والطلاق، عشان بتقول بس مش بتبقى قويه بجد. هي بتطلق. يعني شوفي احنا اعلى معدلات طلاق عندنا في مصر، بس مش بسبب الجواز التاني. لا مش بسبب الجواز التاني، بسبب حاجات كتيره جدا، وانا رصدتها في دراسه اكاديميه خدت عليها الماجستير من عين شمس. خلينا متفقين على حاجه، ان في حاجات كتيره جدا الست تغفلت عنها مؤخرا، ان هي تكون ست، ان هي تعرف تحافظ وتحاجي على بيتها، ان هي تبقى شاطره في ان هي تكسب جوزها وما توصلوش اصلا. يعني انت مش شايفه خالص ان الفيسبوك والانستجرام وكميه الستات اللي قلعه هدومها على السايتس والمايوهات والحاجات دي حاجات ما بتخليش الراجل يبقى باصص لمراته بصه مختلفه شويه؟ ما هي كمان بتبص على ايه؟ هي برضه بتتفرج وبتبص وبتشوف على رجاله كله. اكيد لا. تعالي هو ليه معلش ليه نسبه مشاهده المواقع الاباحيه بقت بومينج جامد قوي 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 قوي؟ عارفه ليه يا ريهام؟ ده دلوقتي لا ما بقتش زي الاول. عارفه ليه؟ لانه كله بقى بيشوف، رجاله وستات بيشوفوا. لا ده انا بقول لك ما بقتش زي الاول كانت كده، لكن دلوقتي لا بقت عاليه برضه، بقت عاليه. وراجعي وتعالي. أيوة. تعالي بصي، تعالي نتفق انا وانت. بس انا مش بكلمك على ظواهر، انا بكلمك على عامه، اللي هو صاحبتي واختي واختك وصاحبتي، الناس العاديه. انا وانت نتفق على حاجه. الناس العاديه ما بتتفرجش على حاجات اباحيه. انا زي ماما، زي مامتك. انا زي مامتي زيها بنفس الاتيتيود وبنفس السلوكيات ونفس السمات الشخصيه. انا اهدى شويه يعني خلينا نتفق على حاجه، لا متغيرات كتيره قوي دخلت علينا، غيرت حاجات من تشكيل سماتنا، خلتنا ان احنا بقينا يعني لا خالص. انا مامتي اتطلقت وانا عندها 24 سنه، يعني بقينا طف شويه. ما ده برضه ده كيس
مش كيس ولا حاجه، ده كيس. فكره يعني انك تبقي متربيه على انك ما هو مش هتقبلي حاجه مش قبلها، مش خلاص. هو دلوقتي انا واحده عندي 24 سنه ومتجوزه وجوزي راح يتجوز واحد تاني. انا عن نفسي يا ريهام انا ما بشجعش على الطلاق خالص، وشايفه ان الطلاق ده حاجه وحشه قوي، بينتج عنها سلبيات كتيره جدا في البيت وفي الاولاد وفي الست وفي الراجل. بتطلع اجيال مشوهه، بتطلع اطفال عدوانيين جدا اللي هم بعد كام سنه هيبقوا. بس مامتك وباباكي اتطلقوا؟ لا ماما وبابا انا مامتي وبابايا اتطلقوا، كانوا قصه حب عاليه جدا، وما طلعتش عدوانيه ولا انا ولا اختي. وولادي انا اتطلقت وولادي ده الحمد لله ده بفضل ربنا. لا قصدي اقول لك انك دايما ما هو انت برضه ما ينفعش تعممي ان انت لا، ما انا واختي وبنت خالتي وبنت خالي في 15 مليون طفل شقاق في مصر. لا ده ناتجين عن الطلاق، وفي 50 مليون طفل شارع بابا ومامته مع بعض. ده غير حضرتك اللي موجودين في بيت كله مشاكل وكله خناقات وكله كليشات. بالظبط. طب بلاش ان احنا نشجع على كده. لا انت بصي بتقولي ايه، الراجل والست يبقوا في البيت بينهم مشاكل. انا لا، نصلح بقى، نصلح في ان هو ايه بقى الست ترجع ست والراجل بقى يبقى كده طيب ويبقى يعني يحتويها يحتويها ويروح يتجوز عليها. والله لو هو هيعمل ده في سبيل ان هو هيرتاح ويبقى ينعكس ده على الصالح العام للبيت، انا كست اعمل ده. هو انا اعمل اي حاجه اجرح بيها مشاعره بس عشان هاجي ابسطه بعد كده؟ يعني هو ايه جرح المشاعر في كده؟ مفيش حاجه ربنا حلها تجرح مشاعرك، حطي في دماغك عشان كده انا قلت لك ايه في الاول، قلت لك اكيد ربنا ليها ضوابط لان ربنا ما يرضاش بجرح. ربنا جعل لكل نفس طاقه. بالظبط. تمام. في انت مش هتقدري تستحملي ولا ده، حد بيقدر غير الناس اللي راميه طوبه جوازاتها. لا في والله، واقول لك يعني نماذج ومحترمه ومراكز وجمال وكل حاجه. بصي يعني كنت بشوفهم متجوزين ويبانوا ان هم عاديين جدا قدام الناس، ويجوا بس يتكلموا معايا كده بياخدوا مهدئات وبيتعالجوا عند دكاتره نفسيين وضاغطين على نفسهم ضغط فظيع. بصي انا كل اللي اقدر اقوله لك ان طبعا زي ما انت بتقولي دي حاجه نسبيه وكل واحد، بس المهم حاجه مهمه قوي لازم نقولها للناس، ان ما تختاريش الطريق اللي زي ما بتقولي كده. يعني انا موافقه انك تبقي موافقه وموافقه ان انت تبقي شايفه ان ده حل اسلم لو انت هتبقي مرتاحه، لكن اللي مش موافقه عليه انك تقولي طب ما انا لو اتطلقت النهارده هروح اتطلق تاني او هروح اتبهدل او الولاد هتطلع. لا انا قلت انا مش مع الطلاق، مش قصدي، انا قصدي اقول انا مش مع اني اتنازل عشان اخاف من حاجه تانية لا تحصل. انا طول ما انا عايشه مش مرتاحه. في مقوله لمولانا الشعراوي رحمه الله عليه بحبها قوي وممكن تراجعوها في الارشيف بتاعه مكان بيطلع كل جمعه يفسر. بيقول يعني مجازا، يعني هو انت تزعلي من جوزك ليه؟ ده جوزك ده عمل معاكي حاجات كتيره قوي، من اهمها ان هو كشف عورتك، قالها كده صراحه. تمام. تزعلي منه ليه؟ انا اللي انا بقوله ده قياس على ايه؟ ان بلاش وقت العداوه او وقت الخصومه ننسى حاجات كتير كويسه. بلاش. انا ما قلتش دي حاجه. الحاجه الثانيه عمر ما ربنا قال على حاجه ان هي حلال وفيها اذى او صدى وحش عليها. لا عشان كده بقول لك هي اكيد ليها ضوابط. ما هو الضوابط يعني اكيد تتجوز على مراتك لما تبقى عيانه، تتجوز على مراتك لما تبقى كذا. ريم بالراحه يا ريم. طيب هي لما تبقى عيانه صداها النفسي اوجع ولا لما تبقى هي كويسه وحلوه وجميله اوجع؟ لا لو هي عيانه هترضى. يعني النهارده لا طب اسالي. لا انا بقيسها على نفسي. لا اسالي. لا انا بقيسها على نفسي النهارده لو انا سليمه وكله. ما انا وانتي مش مقياس. لا يعني انا النهارده لو انا مثلا لا قدر الله مثلا قالوا لي انت جالك كانسر وهتموتي، لا انا اللي هروح اقول له روح اتجوز عشان حد يربي ابني ده عشان مثلا. انت رهان. لكن في ناس تانية لا هتتاثر، واحده ما بتخلفش ومعايا حالات كتيره واتجوز. يعني لا دي انانيه. حاولوا فعلا الانتحار. دي انانيه. تمام. انا لو منها مثلا هنسحب. انا عن نفسي انا شايفه اما تبقى هي فيها كل زي ما بيقولوا فول اوبشن كده وحلوه وجميله وظريفه ويحي جواز، بيتهيألي صداها يبقى لان هي مفيش سبب من وجهه نظرها منطقي. لا. لكن خليني اقول لك الراجل يتجوز هو مش لازم يبقى فيه سبب، مش لازم يبقى الست وحشه
مش لازم تبقى هي فيها لا عيب. من باب التغيير. بس كده. طب ودي فخلينا- مصيبه. خلينا مش نبقى كده بقول لك انا مش متفقين. سلعه. لا انا انت مش حاجه سلعة. هغيرها. لا 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 انت مش سلعه، انت مش سلعه. انت في مقابل تاني لازم تستوعبيه ان في مطلقه وارمله ومتاخرات في الزواج. لا انا مالي، برضه وانا هفتح ستات- ملجأ؟ انا مالي برضه ستات من حقهم برضه ان هم يعيشوا. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده خالص. لا لا هو معلش، في ده وده نصيب. واقع، وده واقع لازم نصيب. احنا يعني كلنا انا مثلا نواجه شجاعة. في ناس مثلا ما عندهاش ولاد اروح اخد ولادي اديها لهم؟ اكيد لا.